السلام عليكم. من حوالي شهر كده هو حصل في الدنمارك، تحديدا في حيوان المينك، تحور في فيروس كورونا أدى إن الحكومة في الدنمارك أمرت بإعدام 17 مليون حيوان من حيوانات المينك. اللي حصل إن الدنمارك من الدول الأولى في العالم في تربية حيوان المينك. حيوان المينك حيوان صغير كده هوت، شبه القنفذ، بنقول عندنا في مصر العرسة، في شبه منها كده في الخصائص في الحركة وفي طريقة المعيشة. هو بيستخدم المينك دوت، بياخدوا الفراء بتاعه بيتصنع منه الفر. والمينك ده من أغلى الحاجات اللي موجودة في العالم، يعني في مجال الملابس. بيستخدم منه زيت المينك، بيستخدم في أدوات التجميل وزيت شعر. بيستخدم الجسم بتاعه في صناعة الرموش الصناعية. فهو يعني من الحاجات اللي بيستعملها الأغنياء فقط. فراء المينك من أغلى أنواع الفراء في العالم، فالدنمارك من أولى دول العالم في هذا المجال يعني. فهم عندهم 17 مليون حيوان من حيوانات المينك دي، أمروا بإعدامها جميعا، نظرا لأن هي وصل لها فيروس كورونا وتحور داخل أجساد حيوان المينك، وتم نقله بعد كده للبشر بشكل آخر. المشكلة إن السلالة الجديدة اللي تحورت من حيوانات المينك دي أخطر من اللي قبل كده. ممكن المضادات الحيوية واللقاحات الجديدة اللي موجودة دلوقتي تأثيرها يبقى ضعيف على الفيروس الجديد اللي متطور عند حيوان المينك. لذلك من حوالي شهر كده أمرت الحكومة بإعدام 17 مليون حيوان. وفي حكومات تانية في أوروبا عملت كده برضه، ولكن المشكلة إن هم وقعوا في خطأ فادح. الخطأ إن هم دفنوا الحيوانات دي زي ما هي كده بدون حرق، يعني أخدوهم زي ما هم هيلا بيلا كده اهوت، واحفر وارمي. فرموا كميات كبيرة جدا من الحيوانات دي. فدلوقتي اكتشفوا مشكلة إن الحيوانات دي لما اتدفنت على عمق حوالي من 4 ل 5 متر تحت الأرض، حصل إن ممكن يبقى فيه مشاكل في تلوث مياه الشرب، إن هي قريبة من المنابع بتاعة المياه بتاعتهم والآبار بتاعتهم، فده بيسبب في مشكلة. فهم عايزين يخرجوها تاني ويحرقوها، بعدين يعيدوا دفنها. ده طبعا حط إلى ذلك إن في عمالة ضخمة جدا من المزارعين اللي شغالين في هذا المجال بيتهم اتخرب، لدرجة إن وزير الزراعة قدم استقالته في الدنمارك، لدرجة إن رئيسة الوزراء في الدنمارك طلعت وهي بتتكلم في حديث صحفي وهي بتعيط، شوف لدرجة البكاء، وبتعتذر لهذا الخطأ الفادح، لأن هم أعدموا 17 مليون حيوان، يعني خدوهم كده عاطل على باطل، مصاب وغير مصاب دبح. وأعدموهم بالغاز، يعني هم أصلا أساسا في تربية الحيوان المنك ده، أنا بعتبر الحيوان ده حيوان غلبان، يعني لأن هم بياخدوه ويحطوه في أقفاص، يعتبر عايش طول حياته محبوس، وفي الآخر يعدم بالغاز علشان خاطر ما يطلعش منه دم يلوث الفرو بتاعه. وبيدخلوا عليه يعني حاجات جينيه كده هو، بحيث ان هو اهم حاجه عنده يبقى منتج للفرو، مش مهم بقى امكانياته ايه. يعني الحيوانات اللي هم بيربوها في الوقت الحالي دي، من كتر التجارب والحاجات اللي اتعملت عليها، لو اطلقوها في الحياه العاديه ممكن ما يعرفوش يصطادوا، ما يعرفوش يعيشوا حياه طبيعيه، لان هو اصلا معمول علشان خاطر يطلع فروه بس. يعني يعني حاجه بعيده جدا عن الرفق بالحيوان، يعني تعامله يتطلع منه فلوس فقط لا غير، انما هو الحيوان ده يمكن وضعه ايه، احتياجاته ايه، مش مهم كل ده. وفي الاخر يقتل بالغاز علشان خاطر يحافظوا على الفرو بتاعه ما فيهوش دماء، عشان يعرفوا يشتغلوا ويبيعوه ويكسبوا من وراه فلوس. واغلب المزارع دي تقدر تقول ان هم يعني برضو مش بيأدوا عملهم بشكل كويس. بيبقى الحيوانات عيشها مش كويسة. يعني يمكن عندنا مزارع الفراخ افضل منهم، الفرخه على الاقل بتتحرك في المزرعه بالطول وبالعرض، انما ده قاعد في قفص علشان خاطر ما يتحركش كتير، الفرو بتاعه يفضل نظيف، يطول بقدر الامكان. يعني الموضوع مادي بشكل سيء للغايه، وفي الاخر يقتل بالغاز. ولكن في الاخر هتيجي تشوف ان حيوان المنك ما سكتش برضه، زي ما البشر اذوه هو برضه بيأذيهم. اخد فيروس كورونا وطوروا عنده وطلع لهم فيروس مطور،
لدرجة ان هم قتلوا كل حيوانات المنك علشان خاطر يخلصوا من الفيروس ده. فهو طور لهم الفيروس بتاع كورونا، وفي نفس الوقت خسرهم ملايين الدولارات، وقطع عيش ناس كتير. وحتى بعد ما مات هيضطرهم يطلعوه تاني علشان يحرقوه ويرجعوه يدفنوه تاني. فهو يعني حيوان جبار. هم اذوه وهو عايش، وهو اذاهم وهو ميت. فهو الراجل بياخد حقه، يعني هو ما زال بياخد حقه لغايه دلوقتي.